فضلا ليس أمرا الإعجاب بالمحتوى والاشتراك بقناة الموضوع. أسعدنا حضوركم. مكان للأم. مكان للأم همام عبد المطلب. مكان للأم باهر النحال. صحيح هتوديني البلد يا حسن؟ قد كده فرحانة يا أم غزلان؟ أوي أوي، دي بلدي يا حسن، وبلدك انت كمان يا ابني، دي الأصل. وحشتني أوي. إيه اللي وحشك فيها يا أما؟ الناس كلهم وحشوني، والأرض يا حسن. الأرض؟ أرض مين يا أما؟ أرض البلد، الحواري والبيوت والغيطان والترعة. الترعة؟ يا أما غزلان بصي من الشباك اللي جنبك وشوفي احنا فين. ده انت على الكورنيش يا أما. إيه؟ على النيل. حد يفكر في الترعة وهو ماشي على كورنيش النيل؟ أنا اتولدت على الترعة يا حسن، وعشت في بيوت طين من طين الأرض. اتربيت في حواري بلدنا، وولدتك هناك على الترعة، مش على النيل. مش على النيل يا حسن يا ابني. بس احنا دلوقتي الحمد لله يا أما، ربنا كرمنا وجينا عشنا في مصر، فيلا وعربية وكورنيش النيل والنظافة يا أما. هنا نظافة وعلاج. ممكن تتعالجي من الروماتيزم اللي تعبك ده؟ الروماتيزم ده جالي يوم ما سبت بلدي وجيت أعيش معاك هنا. زهقت مننا يا أما؟ أبدا يا ابني. هو في أم عمرها تزهق من العيشة ويا ابنها؟ ده أنت يا حسن مالي عليا الدنيا، ونظرتي ليك يا ابني تساوي العمر كله. أمال ليه عاوزة تسيبيني وتروحي البلد؟ وحشتني يا ابني، وبيتهيألي إني لو رحت هناك هخف وأبقى عال. روح في بلدنا يا حسن. بقول لك إيه يا أما؟ أيوه. ما تزعليش من تيتي. مراتك يا ابني عايزاك لوحدك، ما هي كل الستات كده. دي تيتي بتعزك يا أما، هي بس عصبية شوية اليومين دول. عارفة ليه؟ خير. أصلها حامل. صحيح حسن؟ حامل؟ أيوة صحيح يا أما غزلان. تيتي مراتي حامل في الشهر الثالث. الله، يا ما انت كريم يا رب. اخصى عليك يا حسن، ما قلت ليش من الأول بس ليه؟ فرحانة يا أما؟ أوي أوي، النهارده كله فرح من أوله. يا سلام. حسن وقف العربية هنا. ليه؟ بس وقف اسمع الكلام. حاضر. ادي احنا وقفنا. نزلني بقى. مش تقولي لي عايزة ايه بس وانا انزل اجيبهولك؟ عايزة كوز ذرة. كوز ذرة؟ ايوه، انا شفت واحد قاعد بيشوي ذرة. وانتي فيك اسنان للذرة يا أما غزلان؟ اكله على البحر كمان؟ ده احنا كده هنتأخر قوي. اتأخر على ايه يا حسن؟ على ميعاد الدكتور. دكتور؟ ايوه، ما احنا دلوقتي رايحين المستشفى. مستشفى؟ ليه يا حسن يا ابني؟ يما انا مش هقدر اسيبك كده عيانة على طول، لازم تتعالجي. انا كويسة يا حسن، والنهاردة بالذات انا كويسة قوي. أنا أقدر أنزل لوحدي من العربية. افتح لي الباب وشوف، أنا هنزل لوحدي. على مهلك يما، حسبي، دي أكرة الإزاز. أكرة الباب أهي. طب اوعى إيدك، أنا هفتح وأنزل لوحدي وهشتري الذرة وأكله في العربية. طيب أنا هنزل أجيب لك الذرة. روح يا حسن، روح يا ابني. حاضر يما غزلان، من عينيا. تسلم عينيك ويخليك رب ويطرح البركة فيك يا حسن. يا سلام على الدنيا يا أولاد. الحمد لله بالسلامة يا أم حسن. الله يسلمك يا مسعود. انت سميته حسن؟ ايوه يا غزلان، انا سميت ابننا حسن. ايه رأيك بقى؟ حسن زي ما قلت. شوفي وشه منور ويضحك ازاي. شوفي يا غزلان. ربنا يخليك وتشوفوا راجل يا مسعود. المهم يخليك انت وتقومي بالسلامة. البيت ملخبط يا غزلان من رقدتك. يلا اتجدعاني كده بقى وقومي، اتجدعاني لحسن وابو حسن. انا عارفه اني تعبتك في ولادتي دي،
وزنقتك حبتين. يا شيخة ما تقوليش كده، امال ده احنا كلنا فداكي وفدا ابو علي. صرفت كتير يا اخويا على الحكيم. المهمك انت تقومي بالسلامة. ده انت بقالك يومين من ساعة الولادة وانت مسايبة مفاصلنا. ربنا كريم يا مسعود. هو عالم بحالنا، والظاهر ان سي حسن ابننا ده ناوي يتعبك من اولها. داني فدا وفداك يا ابو حسن، يخليه رب ويطرح البركة فيه. ويخليك لنا يا غزلان يا ام حسن. وادي كوز الذرة يا ست ام حسن. كتر خيرك يا حسن. يا سلام، بس كده؟ غالية والطلب رخيص. نمشي بقى. نمشي يا ابني. الله، ده جوز الذرة سخن. خد يا حسن. ما اقدرش يا عشان بتسوق؟ لا، ما بحبوش. كنت زمان بتحبه يا حسن. زمان بقى يا أمه. ايوه زمان. إيه. الله يرحم زمان وايام زمان. خد يا مسعود، شويت لك كوزين ذرة في الفرن. انما ايه مسعود، الله انت نمت؟ مسعود اصحى يا مسعود. يا راجل قوم بقى، ده اني خلصت خبيز. قوم كل والعيش سخن. مش قادر يا غزلان. لا يا مسعود، لازم اغصب على نفسك وقوم كل. خد كوز الذرة دي، شوف طاري ازاي وسخن. ده انت طول عمرك تحب الذرة المشوي يا مسعود. ايه اللي جارك؟ تعبان قوي يا غزلان. ما انت يا اخويا بقالك يومين راقد اهو. جدعان وقوم بقى. طب قوم حتى كلمي ابنك. شوف بينادي عليك ازاي. حسن؟ ايوه حسن، اللي من يوم ما اتجوزنا وانت بتشتهم الدنيا اهو بيلاقيك اهو. قوم يا راجل رد عليه. انا خلاص يا غزلان، مش شايف لها راجع تاني. ما تقولش الكلام ده يا مسعود. انت يا اخويا شويه برد يخلوك تعمل كده. اسمعيني يا غزلان، انا حاسس يعني كده ان ساعتي قربت. استغفر الله العظيم، انت تعبان قوي يا مسعود. ما تخبيش علي. قول لي ايه اللي فيك يا اخويا، نلحق نجيب لك حكيم يشوفك. حكيم؟ ان شاء الله حتى نوديك الاسبيتاليا اللي في البندر. لا يا غزلان، اوعي تنقليني من هنا. ايه امال نسيبك راقد كده؟ هو ده هي صح يا مسعود؟ انا لو كنت شايف ان الحكيم ينفع كنت طلبته بنفسي. المهم انك تسمعيني. عاوز تقول ايه يا مسعود؟ خلي بالك من نفسك يا غزلان. ايوه، ومن حسن. هتتعبي لوحدك في تربيته، وقراتين الارض اللي فتهم مش هيكفوك تعيشي من ايجارهم انت وحسن. ابقي اتعبي شويه وزرعيهم انت يا غزلان، ما تأجرهمش. الايجار مش هينفعك، ازرعيهم انت يا غزلان. يا اخويا الجدعان انت، وقوم بالسلامه ازرعهم واقلعهم. بقى ده اسمه كلام يا مسعود. انا هروح اشوف الواد حميده يروح بالجرار يجيب لك الحكيم. يا غزلان انا خلاص. ايوه خلاص، على ما يجي الحكيم اكون خلاص. انت خلي بالك من حسن. لا يا مسعود، انا خارجه اجيب لك الحكيم. لا يا غزلان، استني. لا مش هستنى لحد ما تموت. حسن اقف. اقف. مالك يما، مالك؟ مية جرقانة، مية. حاضر. ومية مع الترمس يا سعادة البيت. طيب خد. عايز بكام؟ اي حاجة. هات المية. خدي اشربي يما، اشربي. الحمد لله. اشربي كمان شوية. خلاص الحمد لله. كان الشارع جامد قوي. ايه يا ام غزلان، حبيتين ذرة يشرقوكي كده؟ ايوه حبيتين الذرة يا ابني، وكمان افتكرت المرحوم ابوك. الله يرحمه ويديكي طولة العمر.
كان منى عينه يعيش ويشوفك راجل. محدش بياخد أكتر من عمره. إلا تفتكره يا حسن. أفتكره إزاي يما؟ ده مات وأنا عندي 1.5 سنة. كنت لسه صغير يا نظري. البركة فيك يما. يخليك رب ويطرح البركة فيك يا حسن، انت وذريتك. ذريتي؟ ايوه. انت مش قلت لي ان مراتك حامل؟ ادعي لها يما. ان شاء الله هتقوم بالسلامة وتجيب لنا ولد. وإن جابت بنت اهو كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس هتجيب لك ولد المرة دي يا حسن. قلبي بيقول كده. ربنا يبارك لنا في قلبك ده يا ست الكل. الله، انت وقفت ليه؟ يلا احنا خلاص وصلنا. فين؟ الله، انت ما بتردش ليه يا حسن؟ انت نسيتي تاني يما. مش قلتلك الدكتور هيكشف عليكي هنا؟ ده دكتور كبير قوي. والله يا ابني ما كان له لزوم. انا كنت عاوزه اروح البلد احسن. ان شاء الله لما الدكتور يطمنا هوديكي مطرح ما انت عايزه. ننزل بقى. امرك يا ابني. اتفضلي على مهلك. السندي عليا. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. نجيب كرسي بعجل يا فندم؟ لا شكرا، هي الحمد لله بتقدر تمشي. طب عنك انت يا فندم، ايدك على كتفي يا حاجة، اسندي عليا انا. شوفي المكان جميل ازاي يما، واستقبال رائع من اولها يما. كتر خيرك يا بنتي. من فضل الله علي اني لسه بمشي برجليا واتحرك. ربنا يديكي الصحة يا حاج. طيب اسبق انا وادخل للبيه المدير عن اذنك. حسن. نعم يما. عايزه حاجه؟ لا ما فيش. ما تخافش علي. حاضر. اتفضل انت يا فندم، انا هقعد الحاجة في الجنينة على ما تخلص حضرتك الاجراءات. طيب هتعجبك الجنينة قوي يا حاجة. والدكاترة هنا رعاية طبية ممتازة، أخصائيين كبار. على الله يا بنتي يلاقوا حل الوجع رجلي ده. إن شاء الله تستريحي معانا يا حاج. على مهلك. تحبي تقعدي هنا جنب النافورة؟ زي بعضه، نافورة حلوة صحيح. اتفضلي استريحي يا حاج. كتر خيرك. تحبي تشربي ايه بقى؟ ولا حاجة يا بنتي. لا ازاي بقى؟ اجيب لحضرتك عصير ليمون احسن؟ هاتي. طبعا اذنك. اتفضلي. وادي يا فندم اخر مجموعة من الروشتات. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. تعال يا أستاذ محمود. الأستاذ محمود شاكر، أخصائي الاجتماعي. أهلا يا فندم. أهلا بيك يا فندم. حسن بيه، مدير الشركة العالمية المعروفة. تشرفنا يا فندم. شكرا. أنا أنهيت إجراءات دخول والدتي عندكم، وأرجو أنكم تاخدوا بالكم منها. إحنا في خدمة كل النزلاء يا حسن بيه. بس الحقيقة والدتي محتاجة خدمة زيادة شوية، ومن حضرتك على وجه الخصوص. خير يا فندم. أنا طبعا جبتها هنا وهي فاهمة إن دي مستشفى للعلاج. ما قدرتش أقول لها على الحقيقة. ليه يا حسن بيه؟ هي أصلها عايزة تقعد في البلد، في الأرياف. طبعا زي ما حضرتك عارف حبقى قلقان عليها هناك قوي. لا، ده احنا لازم نفهمها هي فين بالظبط، ده ضروري جدا. أنا مش هقدر للأسف أواجهها. أنا دفعت كل المصاريف المطلوبة لمدة 3 شهور قدام، وافتكر كل الإجراءات كده انتهت. خلاص يا حسن بيه، احنا هنقوم بالواجب. بس ضروري سعادتك تفهمها حقيقة وجودها هنا. اعذرني لو سمحت يا أستاذ محمود. أنا الحقيقة يعني المسألة فيها شوية حساسية. خلاص يا أستاذ محمود، خليها عليك أنت المرة دي. احنا ياما بنواجه حالات أصعب من كده بكتير. تحت أمرك يا حسن بيه. طيب أنا مضطر أستأذن وما وصيكوش تاني. اطمئن جدا يا حسن بيه. مع السلامة. الله، هو حسن راح فين؟ ده اتأخر عليا قوي. كل ده بيقابل الدكتور اللي هيكشف عليا. من عليها مستشفى كبيرة قوي ونظيفة، بس مش زحمة زي بقية المستشفيات. حسن تعب معايا،
تلاقيهم بياخدوا منه فلوس كتير دلوقتي. انا قلت له ملوش لزوم، ده أنا النهارده كويسه قوي. اهو خرجت من البيت برضه وشفت الدنيا، زي ما يكون ردت فيا الروح النهارده من تاني. والله خبر حمل مراته فرحني قوي. حسن ابن حلال برضه، وانا حامل فيه كنت ببقى مبسوطه قوي لما يتحرك في بطني، وبعد ما ولدته كنت ببقى طايره من الفرح لما يجري كده ولا كده، والدنيا ما بقتش سيعاني اول ما وقف على رجليه. كنت بخبز في صحن الدار وهو كان قاعد جنبي بيلعب في العجين، ولما سحبت اول سطر عيش من الفرن بصيت جنبي ما لقيتوش. اتلفت ورا مني لقيته بينقل برجليه ورايح يمد باب الدار. كان هيقع قلبي، نط من الفرحه والخوف عليه. قمت نزحت على الباب في خطوه واحده وندهت عليه: حسن، على مهلك يا حسن، استنى يا حبيبي. على مهلك يا حاجة، على مهلك. حاسب يا حسن، أنا جايه لك يا حبيبي. حسن مين يا حاج؟ ابني هيقع، اوعى اما الحقه. حاسب يا ولد. ده مش ابنك يا حاجة، ده ابن الست اللي هناك دي. ايه؟ مش ابني؟ ما تزعليش نفسك، خدي اشربي الليمون ده. اتهيألك ان هو ابنك؟ اهو زي ابني برضه. هو حضرتك عندك ابن صغير كده؟ لا والله، ابن كبير. حسن هو اللي جابني هنا بعربيته. ده دخل يقابل الدكتور وغاب علي. ما تعرفيش يا اختي هو غاب عنده ليه؟ يبقى هو اللي دخل عند المدير وخرج. راح فين؟ لازم روح بقى يا حاج. روح ازاي؟ انت هتقعدي معانا هنا، هتنبسطي قوي والله. اقعد معاكم؟ ايوه يا حاج، البيه دفع كل المصاريف ووصانا عليكي ومشي. حسن مشي، سابني ومشي، سابني لوحدي ومشي. ما تقلقيش كده يا حاجة، احنا كلنا معاك اهو. اشربي بقى الليمون. لا سيبيني يا بنت، انا لازم امشي. الله، هتروحي فين؟ البلد، هروح البلد. بلد ايه بس يا حاجة؟ بلد اهلي وجدودي، هي اللي تلمني دلوقتي. اعملي معروف، سيبيني. اسيبك ازاي بس يا حاجة؟ يا استاذ محمود، سيبيني. الحقني يا استاذ محمود. يا بنتي سيبيني. انت جيت يا حسن؟ ايوه. مالك؟ مفيش. وديت مامتك؟ ايوه. وزعلان علشان وديتها؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده كتير ونهيناه. انا ما قدرتش اودعها يا تيتي، اتسحبت وخرجت من غير ما تشوفني. معلش، هي هتفهم وتقدر موقفك. دفعت لها كل المصاريف؟ ايوه، دفعت لها 3 أشهر مقدم ووصيت عليها كل المشرفين. زي بعضه يا حبيبي، الفلوس مش مهم، المهم راحتها وراحتنا. مش عارف يا تيتي، حاسس زي ما كنت رميتها في حتة مهجورة وسبتها وهربت. انت ايه يا حسن؟ انا ضميري بيعذبني. كان لازم اقول لها من الاول انا موديها فين. ما كانتش هتوافق يا حسن، امك عنادية، كانت عاوزاك ترميها في البلد علشان تموت هناك. تيتي، وقبل ما تموت كانت هتعمل لك فضيحة. ابني ما بيسألش عني، ابني رميني هنا وقاعد مع مراته في مصر، وابني ابني ابني. كانت هتفضحك يا حسن. أرجوك يا تيتي، أرجوكي. كده هتستريح، هتلاقي اللي هيرعاها وهيعالجها. أم شديدة يا تيتي، مش محتاجة لرعاية ولا علاج. النهاردة قالت لي كده. أمال محتاجة لإيه بقى؟ كانت محتاجة تقعد معايا، تشوفني قدامها على طول. خلاص، روح اقعد معاها زي ما انت عاوز. تيتي، مش كفاية انها هتكلفنا 150 جنيه كل شهر؟ عايز ايه تاني؟ تيتي. حسن، انا مش عايزاك تجيب السيرة دي تاني.
عن اذنك. استني بس، استني يا تيتي. انا نزلت على رغبتك ورحت وديتها زي ما اتفقنا وخلاص. ايه بقى اللي منرفزك بس؟ كلامك يا حسن. معلش يا حبيبتي، المشاعر دي ما اقدرش اتحكم فيها بسهولة. دي امي. انا كمان من دم ولحم يا اخي، كل شوية بتنغص عليا عيشتي انت وامك. يا حبيبتي انا ما قصدتكيش باي كلام. كل الحكاية انها صعبت عليا. وانا مراتك ما بصعبش عليك. مش كفاية اني حامل وتعبانة؟ خلاص يا حبيبتي خلاص، حقك عليا. رحت الشركة؟ لا، اديتهم تليفون وقلت لهم اني مش جاي النهارده. احسن. احنا هنخرج بالليل. هنروح فين؟ نسيت، احنا مش حاجزين تذاكر في المسرح. صحيح، كنت ناسي فعلا. طبعا. هتفكر فيا ولا هتفكر في امك؟ خلاص بقى يا تيتي، خلاص يا حبيبتي. الدكتور قال لك بلاش العصبية دي. ما هي عمايلك هي اللي هتخليني عصبية. حقك عليا يا ستي، انا اسف، مش هضايقك تاني، وادي راسك اهي. طيب يلا بقى اتصل ببابا علشان نفوت ناخده بالليل واحنا رايحين المسرح. حاضر يا حبيبتي، حاضر، هتصل، حاضر. شفت بقى آخر تعبنا وشقانا على أولادنا يا أم صابر. ما تزعليش نفسك يا غزلان يا أختي، هي الولاد كده نربيهم لغيرنا ويا ريت يفتكرونا كده. هو يرميني هنا ويجري، ما يقوليش حتى هو سابني فين. ده كان مواعيدني يوديني البلد. وعاوزة تروحي البلد ليه يا ست غزلان؟ روحي فيها يا أم صابر، الناس هناك لسه حنينين وفيهم خير. أنا من يوم ما طلعت منها لا شفت حنية ولا شفت خير، حتى من ابن بطني اللي شقيت عليه وبعت عليه اللي ورايا واللي قدامي أهو رماني هنا وما سألش عني. تصدقي بالله لا إله إلا الله، أنا ما حسيتش بموت مسعود جوزي إلا لما فوت البلد. الرجالة في بلدنا جدعان وطيبين ويعرفوا الواجب، وقفوا جنبي لما مات المرحوم وفات حسن ابنه على كتف عيل يا دوبك ابن 1.5 سنة، وفات لنا كم قراط أقل يعني من نص فدان. كنت بزرعهم وأقلعهم وعشنا منهم أنا وحسن سنين. انت اللي كنت بتزرعيهم يا ست غزلان؟ ايوه، بمساعدة أهل البلد الله يسترهم. إن عشت مهما عشت عمري ما حنساهم ولا انسى شهامتهم. إيه يا سلام على الناس، يا سلام. بتعملي ايه عندك يا ام حسن؟ ايه يا ابو اسماعيل، ما انت شايف انا بعمل ايه؟ حروي. تروي ايه يا ام حسن؟ حروي غيطنا يا ابو اسماعيل. مالك يا راجل انت؟ ايه ده هي الرجاله خلصت من البلد خالص عشان تصلبي نفسك جنب ساقيه طول الليل؟ قومي يا ام حسن، قومي روحي لابنك وسيب الساقي. حسن اتعشى ونام يا ابو اسماعيل. ده يا نظر بيصحى من الفجر عشان يروح مدرسته. طب برضه قومي، انا اللي حرويلك الليله دي. ايه وغيطك يا ابو اسماعيل؟ غيطي يستنى لبكره، اهو لسه فاضل 4 ايام على النوبه ما تخلص. وهتعبك معايا ليه بس؟ تعب ايه يا ام حسن اللي بتتكلمي عنه؟ بقى وقوفي جنب الساقيه 2-3 ساعات ده يبقى تعب؟ ما انت وراك غيطك برضه يا ابو اسماعيل. والله الواحد لما بيشوفك هنا في الغيط بينكسب من نفسه خالص ويحط وشه في الارض. ليه يا راجل؟ الحمد لله يا ابو اسماعيل، ما دام ربنا مقويني ومساعدني، وهو البركه فيكم برضه يا اخوي. هو انا كنت مأمله اشوف حسن ابني في المدرسه بعد ما مات ابوه بدري كده. حاكم كان نفسه يدخله المدرسه. الله يرحمه مسعود ويعينك ويقويك يا ام حسن، انت بنت اصول بصحيح. ربنا يخلي رجاله البلد. اهو انتم برضه كتر خيركم بتساعدوا. احمد افندي كل يوم بيجي يطمني على حسن في المدرسه. حسن ابنك نبيه ومخه كبير وهيبقى كويس ان شاء الله. ربنا يجعله عوض عن ابوه. روحي له بقى، روح احسن يقلق ما يلاقيكيش جنبه. كتر خيرك يا ابو اسماعيل. هفوت عليكي بعد الفجر ان شاء الله واجيب لك معايا الجاموسه. طب اتمسى بالخير. وانت من اهل الخير.
يا سلام، الناس قلوبها عمرانة بالخير صحيح. يا غزلان يا أختي الدنيا كلها خير، الناس هنا برضو كويسين قوي يا ست غزلان. أيوة كتر خيرهم رخرين، هم بيخدموني. هم صحيح بياخدوا أجرتهم لكن طيبين. أهم جم على السيرة هم. مساء الخير. مساء النور. اتعشيتوا؟ أنا اتعشيت الحمد لله، ست غزلان هي اللي ما اتعشتش. ليه يا ست غزلان؟ الأكل مش عاجبك ولا إيه؟ لا يا بنتي، الأكل كويس بس أنا ماليش نفس. وهيجيلك النفس منين بس يا أختي وانت على الحال ده من يوم ما جيتي؟ أنا عارفة انت مزعلة نفسك ليه بس. قولي لها والنبي يا أم صابر، ده احنا بنحبك خالص، احنا مزعلينك في حاجة يا ست غزلان؟ أبدا أبدا والنبي يا بنتي. طب ليه دايما مالكيش نفس ودايما قاعدة لوحدك وحاطة ايدك على خدك؟ وهعمل ايه يا بنتي؟ اعملي زي أم صابر صاحبتك، اهي بتخرج الجنينة تتهوى شوية، ما بتاخديهاش معاكي ليه يا حاجة؟ غلبت فيها والله، راسها ناشفة قوي غزلان دي. بقول لك ايه، ما تشوفي لي واحدة تانية تلازمني في الأوضة. زهقت مني يا حاجة. وانت حد يزهق منك برضه يا ست غزلان؟ دي بتضحك معاكي مش صاحبتك. يلا بقى اتعشي. ما تغصبش عليا والنبي يا بنتي. طب حتى كلي كوباية الزبادي دي. أنا أصلي ما بتعشاش أبدا. على كيفك، يعني أشيل العشاء ولا خليه هنا واغطيه؟ شيلي يا بنتي كتر خيرك، أنا حنام. طب بقولك ايه، ما تناميش بقى إلا لما تاخدي الحقنة. إيه مش عارفة لازمتها إيه الحقنة دي رخرة؟ ما انتي ما خدتيهاش امبارح يا حاجة، ولازم تاخديها النهاردة عشان صحتك. انتوا ما كلمتوش حسن ابني في التليفون؟ أنا قلت الصبح للأستاذ محمود وزمانه كلمه. إيه وقال له إيه؟ إن شاء الله بكرة الصبح أما يجي الأستاذ محمود هسأله وأقولك. عن إذنكم بقى هودي الحاجة اللي معايا دي واجي أديلك الحقنة على طول. عايزين حاجة تاني؟ متشكرين. ايه يا حسن، ما بتاكلش ليه؟ كلت والحمد لله. وساكت من ساعة ما قعدنا على السفرة، في ايه؟ المشرف الاجتماعي بتاع الدار اللي فيها أمي. ماله؟ كلمني النهاردة في التليفون. وعايز ايه؟ انت مش دفعت لهم مصاريف الشهر ده؟ أيوة، بعت بيهم شوقي السكرتير اللي عندنا في المكتب. طيب عايزين ايه تاني؟ أمي عايزة تشوفني يا تيتي. خلاص لما تفضى يبقى روح شوفها. النهاردة بعد ما كلمني المشرف في التليفون فكرت إني أروح لها. وما رحتش ليه؟ ما قدرتش، انكسفت أوريها وشي بعد 4 شهور. هو شوقي مش طمنك عليها؟ شوقي ما شافهاش خالص، دفع المصاريف وجاب الإيصال وجالي على طول. خلاص ابقى اوصل لها بكرة الصبح، شوفها واطلع على المكتب. خايف. من ايه؟ خايف تكون زهقت وعاوزة تخرج من الدار. لا تخرج، لا تخرج. تروح فين؟ كان نفسها تزور البلد. بلد ايه يا حسن؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا لا؟ ليها ايه في البلد؟ دارنا لسه هناك يا تيتي. زمانها بقت خراب، ابقى روح بيعها واخلص منها. لا ما اقدرش ابيع الدار. ليه؟ المفروض انها بتاعت امي. امك احنا بنصرف عليها، مش انت بتدفع لها كل شهر يجي 150 جنيه؟ ايوه يا تيتي، بس ما اقدرش اتصرف في الدار الا بشريطها. انت حر، بس خروج امك من دار المسنين لا. مفهوم يا حسن؟ مفهوم، بس ما تزعليش نفسك امال. شفتي يا ام صابر، شفتي عمايل ابني؟ مش فاضي يطل عليا ساعة واحدة. هو المشرف مش قال انه جه ودفع المصاريف الشهر ده؟ المصاريف ده بعتها لهم مع واحد شغال عنده في المكتب، ما هنش عليه يجي ويجيبهم ويشوفني. خايف امسك فيه واقول له خرجني. انت لسه عاوزة تخرجي يا ست غزلان؟ انا خلاص يا اختي ما بقتش عايزة حاجة من الدنيا. حتى ابني يجي ما يجيش على كيفه يا اخي ما عدتش اسأل عنه براحته.
طب بس يا اختي ما تعيطيش. انت مش شفت ابني جه الشهر ده قاعد معايا قد ايه؟ انت كمان يا ابو صابر. ابني ما بيستحملش يقعد معايا 5 دقايق. شفتيه وخلاص. يا ريت حسن يجي ويقعد معايا ولو دقيقة. حتى العيال ما جابهمش معاه. تلاقي امهم منعتهم، مع ان كان نفسي اشوفهم. ربنا يخليهم ويطرح البركة فيهم. لكن نعمل ايه؟ الحمد لله هم بيدفعوا لنا هنا مصاريف كتير برضه يا استاذ غزلان. مصاريف؟ ايوه بيدفعوا لنا مصاريف. أنا ياما دفعت له مصاريف، بعت الأرض عشان أدفع له مصاريف الكلية. كانت الفرحة مش سيعاني يوم ما خد الشهادة وقال لي هخش الكلية في مصر. قلت له يا ابني وهتقعدي ازاي في مصر؟ قال لي ياما ما انت هتيجي تقعدي معايا، نبيع أرضنا ونروح مصر، مستقبلي ياما. الله يمسك بالخير يا ابو اسماعيل، يا ما كلمني ويا ما وصاني. ايه الكلام اللي سمعته ده يا ام حسن؟ خير يا ابو اسماعيل. انت صحيح هتبيع الارض؟ ايوه ليه؟ حسن هيدخل الكليه في مصر. والارض مالها ومال الكليه؟ ما هو عايز مصاريف كتير برضه يا ابو اسماعيل. وماله، خدي فلوس زي ما انت عاوزه وادفعي له مصاريفه، لكن ما تبيعيش الارض ابدا. ما هو هيقعد في مصر جنب كليته يا ابو اسماعيل. ما يقعد لوحده؟ ايوه لوحده، تلامذه كتير بيعملوا كده. واني انت تقعدي هنا زي ما انت قاعده، والقيراطين ساترينكم والحمد لله. تقدري تدبقي منهم مصاريف حسن في مصر. ما اقدرش اسيب حسن لوحده يا ابو اسماعيل في مصر. دي هو حسن صغير يا غزلان، ده معاه الثانويه. اهو عايز برضه اللي يخدمه في مصر يا ابو اسماعيل عشان يلتفت لدراسته. الله، يعني هتسيبينا وتروحي مصر انت اخرى؟ اسيبكوا ازاي يا ابو اسماعيل؟ اني حاجه في الاجازه بتاعت حسن. وهتيجي تعملي ايه بقى؟ انت مش هتبيع الارض؟ لا مش كليه، اني هبيع قراطين بس. والباقي حفيتهم لك يا ابو اسماعيل، تزرعهم وتراعيهم جنب ارضك. أنا خدام يا أم حسن، رقبتي ليكم، بس بلاش تبيع القراطين، خسارة هيتباعوا برخص التراب. الكلية قربت تفتح يا أبو إسماعيل، وحسن عايز فلوس عشان يدفع المصاريف ويشوف سكن. أنت شايفة كده؟ خسارة يا أم حسن، صدقيني خسارة. بكرة أفكرك. فضلت أبيع قراط ورا قراط لحد ما بعت الأرض كلها، وحسن خلص علام وقال لي هعوضك يا أما عن الأرض وعن كل اللي راح. وهو بيعوضني، بيدفع لي المصاريف كل شهر، مصاريف بعدي عنه. بقيت حملي تقيل عليه، عايز يخلص منه، وهو كان طول عمره حمل خفيف علي. كنت مستحملاه وانا مبسوطه. يا اخي نهايته الله يسهل له طريقه ويسامحه. تعرفي يا ام صابر، ام صابر، يوه انت نمتي؟ زهقتك يا اختي بحكاياتي. طب معلش، بكره ريحكم مني خالص، حتى حسن ابني بكره يستريح مني ويبطل يدفع لي مصاريف. وادي نومي. حشو عني. حسن في ايه يا حسن؟ حسن قوم يا حسن، قوم يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا حسن؟ هاتي شوية مية. حاضر. مية. خد يا حسن، خد المية. أشهد أن لا إله إلا الله. في إيه يا حسن؟ كابوس فظيع، تعبان كبير قوي، حنش فاتح بقه على الآخر وعاوز أكلني.
ادخل. واحد بره عايز يقابل حضرتك. مين؟ اداني الكارت ده. طيب خليه يتفضل. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا حسن بيه. اهلا استاذ محمود، صباح الخير. اتفضل. قهوة حضرتك ايه؟ مظبوط لو سمحت. اطلب لنا قهوة مظبوط يا شوقي، وسيبنا شوية لو سمحت. حاضر يا فندم. انا اسف يا حسن بيه، هشغلك شوية. لا ابدا، انا تحت امرك. والله يا حسن بيه انا فكرت كتير قبل ما اجي لحضرتك، لكن ما لقيتش غير اني لازم اقابلك. خير يا استاذ محمود؟ بخصوص الست الوالدة. مالها؟ بخير والحمد لله، ما تقلقش. بس هي نفسها تشوفك لان صحتها في النازل وما بتاكلش كل وجباتها، ودايما حزينة وسرحانة. الحقيقة مش عارف يا استاذ محمود، لكن انا هصارحك، وبالتالي انك هتقدر تقدر موقفي وهتفهمني. انا عارف مشاغلك وعارف ظروفك، كان الله في عونك. والدتي زي ما حضرتك شايفها ست كبيرة ومحتاجة رعاية شديدة، فأنا ما لقيتش وسيلة لرعايتها غير دار المسنين. أيوه. أعتقد إن دي أحسن مكان لوجودها دلوقتي. ده صحيح يا حسن بيه، بس عشان فكرة دار المسنين دي تنجح لازم تزورها باستمرار. وحضرتك اسمح لي، أنا عارف إني مقصر كتير في الزيارة. حضرتك حسب علمي ما زرتهاش ولا مرة خلال ال5 شهور الأخرانية. للأسف زي ما أنت شايف. يا ترى فيه سبب معين ولا المشاغل كتير؟ لا، أنا هشرح لحضرتك. أنا وديت والدتي عندكم من غير ما أخد رأيها. إيه؟ زي ما قلت لحضرتك ما كانش فيه قدامي وسيلة غير إني أوديها عندكم. لكن ادخل. القهوة يا فندم. وجايبها بنفسك يا شوقي؟ امال عم عثمان فين؟ ابدا يا فندم، هو استأذن ساعة واحدة في مشوار خاص، بعدين هبقول لحضرتك. طيب يا شوقي، شكرا. بالمناسبة يا أستاذ محمود، أيوة. الأستاذ شوقي هو اللي اتكرم ودفع لنا المصروفات عن الشهرين اللي فاتوا. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. اتفضل سعادتك القهوة. شكرا. أي أوامر يا حسن بيه؟ شكرا يا شوقي. أهلا يا أستاذ محمود. أهلا بيك يا حسن بيه. الحقيقة أنا شاكر لزيارتك دي، وواثق إنك هتقدر تساعدني كتير في موضوع والدتي. أنا تحت أمرك يا حسن بيه، علاوة على إن ده من اختصاص وظيفتي كمشرف اجتماعي بالدار. أنا اتربيت يتيم الأب يا أستاذ محمود، ووالدتي تعبت معايا جدا لحد ما كبرت وقدرت أعتمد على نفسي. أظن ده يشرح لك قد إيه أمي بالنسبة لي هي كل حاجة تقريبا في حياتي، لكن مظاهر الحياة بتفرض عكس كده خالص. يا ريت يا حسن بيه أعرف بعض الظروف اللي حكمت بالوضع ده. حضرتك عارف طبعا إن كل إنسان لازم بيتجوز. أيوة. أنا كمان اتجوزت وجبت والدتي من البلد علشان تعيش معانا أنا ومراتي. كان يوم أغبر يا أم الصابر، يوم ما طوعت وسبت البلد وجيت أعيش معاه هو ومراته. مراته يا أختي بنت ناس أكابر، كانت بتستعر مني، خصوصا بعد ما كبرت والعيا تقيل عليا. قعدت 5 سنين وأنا مستحمله عشان خاطر ابني ما زعلوش. عمري ما اشتكيت له منها، ولا عمري اشتكيت، ولا عمري ما عملتها زي ما بتعاملني. كانت مستكبرة وعاملة إننا من طينة غير طينتها. أصل أبوها غني، هو اللي فتح لحسن ابن المكتب واداله الفيلا وجوز بنته. ما كانتش بتخلف يا حاجة، ولما أراد ربنا وحبلت وقربت تولد جابوني هنا. طردوني بعيد عنهم علشان ما افرحش بخلف ابني الوحيد. يا ترى خلفت ولا لسه؟ نفسي اساعدها واكون جنبها. انت عارفه بنات الايام دي ما يستحملوش. كانت والدتي دايما تجيب سيرة الخلفة قدام مراتي، كانت بتدفعنا إننا ما نيأس وما بطلش علاج، علاوة على معتقداتها فإن حد عمل لنا عمل ولازم ندور على روحنا والكلام ده يعني. طبعا مراتي كانت بتتأثر كتير من الكلام ده، فهمني طبعا يا أستاذ محمود. أيوة فاهم. كانت بتتضايق منها
وكانت بتسيب الشغالة هي اللي تشوف طلباتها. وطبعا الشغالة كانت أحيانا بتهمل أمي، يمكن بدون قصد، لكن أنا لما كنت بحس إن أمي مهملة ولو للحظة كنت بتجنن، وكنت ساعات كتير ما اخرجش من البيت واقعد جنبها وما اروحش المكتب. وطبعا ده كان بيعمل مشاكل كتير بيني وبين مراتي، لحد ما اهتدينا لفكرة دار المسنين واستقريت على مروحها الدار عندكم. والنبي يا حاج لو كان قال لي انهم عايزين يخلصوا مني كنت ريحتهم. ماني قلت له يوديني البلد، كان وداني وسابني. كنت هبقى مستريحة هناك مع الناس اللي أنا عارفاهم ومتربية معاهم، وهي أيام بتنقضي بالطول ولا بالعرض يا حاج. حاج مصابر انت نمت تاني. أنا معاك يا حسن بيه، بس كان لازم تفهم والدتك إنك موديها دار المسنين. صدقني يا أستاذ محمود ما قدرتش. يمكن أنت كنت حاسس في قرارة نفسك إن وجودها في دار المسنين مش هو الحل الأمثل لمشكلتها. جايز فعلا كنت حاسس بكده، وجايز كنت مكسوف منها، لكن عقلي كان بيقول لي إن ده الصح وإنه في مصلحتها، وإن أهم حاجة رعايتها صحيا، وإنها تكون في مكان أنا مطمن له. اسمح لي يا حسن بيه، كل ده ما يعفكش من عدم زيارتك ليها طول الفترة اللي فاتت دي. ما أنا قلت لحضرتك أنا خايف من مواجهتها وكمان المشاكل. لا 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 لا، مش للدرجة دي. هي دلوقتي استسلمت لوجودها عندنا، وأعتقد إنها اقتنعت بيه. صدقني أنا ما زلت خايف إنها لو شافتني تطلب مني أخرجها وأوديها البلد. طب وماله؟ إحنا ما عادش لينا في البلد غير حتة دار صغيرة. ملكوش قرايب هناك يعني؟ ما افتكرش. كلهم ماتوا، وبعدين مش ممكن هبقى مطمن عليها هناك لوحدها. على كل حال يا حسن بيه، أنا شايف إن الموضوع ده أبسط مما تتصور حضرتك. إزاي؟ يعني سبب خوفك من عدم زيارتك ليها ده ممكن ينتهي. برضو إزاي؟ إحنا هنكدب عليها كدبة صغيرة، هنقول إنك كنت مسافر الفترة اللي فاتت دي، وبعدين وإنك مرضتش تقول لها إنك مسافر علشان ما تقلقهاش. طيب وافرض إنها طلبت مني أخرجها من الدار. لا 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 لا، مش هتطلب. مش عرفك؟ أنا متأكد لأنها خلاص خدت على الدار وعشت الدار. ده بجانب إنها حبت الناس اللي هناك، كونت صداقة مع واحدة بتحبها قوي اسمها أم صابر. صدقني هي مش ناقصها غير حاجة واحدة بس، إنها تشوفك يا أستاذ حسن. إذا كان كده أروح لها، بس على مسؤوليتك. ما تخافش، على مسؤوليتي، وليك عليا النهاردة أمهد لك للزيارة دي. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا أستاذ محمود. ولا شكر ولا حاجة يا أستاذ حسن، أنا قلت لحضرتك إن ده من واجبات وظيفتي. علشان كده أنا مطمن عليها عندكم، وإن شاء الله بكرة قابل حضرتك عندها. هتيجي الساعة كام؟ الصبح إن شاء الله، في حدود 10 إن شاء الله. طيب اسمح لي بقى أستأذن. مع السلامة. حسن بلاش تروح المكتب النهاردة يا حسن. ليه يا تيتي؟ أصلي حاسة إن أنا تعبانة. إذا عوزتيني اديني تليفون زي العادة. أصلي يمكن ما أقدرش أديلك تليفون. ليه؟ مالك يا تيتي؟ أصلي ما نمتش طول الليل يا حسن. يا حبيبتي ما هو الدكتور لسه شايفك امبارح. مش عارفة، بيتهيألي إنها حالة ولادة. ولادة؟ أنت ناوية تجيبيه ابن 7 ولا إيه؟ أنا بتكلم جد يا حسن، أنا تعبانة، ما تروحش المكتب. أيوة بس أنا النهاردة بالذات لازم أخرج. اديهم تليفون يا حسن، لو عزوك يجولك هنا. مش مهم المكتب النهاردة، أنا اديت ميعاد الساعة 10. مع مين؟ الأستاذ محمود المشرف الاجتماعي في دار المسنين. عايز ايه تاني؟ اتفقت معاه إني هقابله في دار المسنين، بيقول إن أمي تعبانة شوية.
يا سيدي ابقى اروح لها بعد الظهر ولا بكره. اطلب لي الدكتور يا حسن واستنى لما يشوفني وبعدين نروح. حبيبتي الساعة دلوقتي 8:30. استنى لما تبقى 9 واطلبوني في المستشفى، انا تعبانه. طيب انا هروح اقابل الاستاذ محمود ومش هقعد كتير، وهجيب لك الدكتور وانا جاي. حسن، يعني انت دلوقتي هتروح الدار في حلوان وتقعد هناك وبعدين تجيب لي الدكتور من المستشفى وتيجي؟ هو انا هستنى ده كله؟ بقول لك تعبانه يا حسن، تعبانه. طيب ما تتنرفزيش كده يا حبيبتي، اعصابك تتعب اكتر. ما انت مش باين عليك بتخاف على تعبي ولا تعب اعصابي يا حسن. يا حبيبتي اهدي واسمعي. اسمعي، خلي الشغالة تفضل تطلب الدكتور في المستشفى، وعلى ما تلاقيه ويجيلك أكون وصلت مشواري ده، وأوعدك إني على... ما تتكلمش يا حسن، ما تتكلمش. روح مطرح ما انت عايز تروح. أنا عارفة إن أنا مش مهمة عندك حتى وأنا في حالة الولادة دي. يا حبيبتي ولادة إيه بس؟ أنت لسه في آخر الشهر الثامن تقريبا زي ما قال الدكتور. يعني أنتوا هتعرفوا أكتر مني؟ أنا تعبانة هموت يا حسن، هموت. تيتي العقوني، أنا هموت. التليفون يا محاسن، التليفون. خير يا فندم؟ ايه حكاية الست غزلان اللي في أوضة 20؟ الحقيقة يا فندم أنا بذلت كل جهدي. يعني درست حالتها؟ أيوة، وحاولت أساعدها. التقرير الطبي اللي قدامي بيقول إنها كويسة، ما فيهاش غير الروماتيزم، والمشرفة بتقول إن حالتها سيئة جدا. الحقيقة يا فندم هي محتاجة رعاية نفسية. دي مسؤوليتك يا أستاذ محمود. ما هو أنا بقول لحضرتك يا فندم إني حاولت أساعدها. وليه ما نجحتش؟ ابنها يا فندم، ابنها حسن مسعود صاحب مكتب الخبرة الاستشارية؟ أيوة يا فندم، من ساعة ما جابها هنا ما جاش زارها ولا مرة. تصور حضرتك، ولا مرة واحدة. ده قلبه قاسي قوي. أيوة. طب ما اتصلتش بيه ليه؟ اتصلت بيه أكتر من مرة، وبعدين رحت له امبارح المكتب بنفسي. اتفقت معاه إنه هيجي النهاردة الصبح، وإننا هنفهم والدته إنه كان مسافر. وفعلا قعدت معاه امبارح وفهمتها إن ابنها اتصل بينا وإنه جه من السفر وهيجي النهاردة. فرحت قوي زي الطفلة الصغيرة، لبست أحسن حاجة عندها، وطبعا فضلت مستنية على بوابة الدار طول اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف ما جاش. تخيل بقى حضرتك نفسيتها دلوقتي شكلها إيه. أنا عارف قلب الأم. الحل مفيش غير إني أروح له مرة تانية. لازم تروح له بسرعة أحسن يجرى للست دي أي حاجة مسكينة. بكرة الصبح إن شاء الله قبل ما أجي هنا هعدي عليه في المكتب. ضروري تجيبه معاك بأي طريقة وتفهمه إن إحنا مش متحملين مسؤوليتها عن اللي يحصل بعد كده. حاضر يا فندم، هو ده اللي في نيتي أعمله إن شاء الله. ادخل. يا فندم الحالة اللي في أوضة 20 كل مدى بتزيد سوء. معلش يا سعدية، معلش اتعبي معاها الليلة شوية، وبكرة الأستاذ محمود إن شاء الله هيتصرف. سامع يا أستاذ محمود؟ سامع؟ أيوة يا فندم سامع. دي زي ما بتكون بتموت يا فندم. لا 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 لا, لا مش للدرجات يا سعدية، دي حالة نفسية بسيطة وبكرة إن شاء الله هتنصلح الأمور. روحي أنت سهرة جنبها النهاردة. مفيش على لسانها غير ابني. ما تقلقيش يا سعدية، كل شيء بأمر الله. احنا بنحاول نعمل اللي علينا. أمرك يا فندم. أديك شايف يا أستاذ محمود، أرجوك بكرة تخلص الموضوع ده ضروري وبسرعة. إن شاء الله يا فندم، إن شاء الله. أرجوك يا دكتور طمني. ما تقلقش يا حسن بيه، إن شاء الله خير. يعني في ولادة؟ إن شاء الله. حسن اوعى تمشي يا حسن، اوعى تسيبني. لا أنا جنبك يا تيتي، بس أنت جمادي أمال. تعبت. لازم تستحملي، دي ولادة يعني لازم تستحملي. دكتور يا دكتور. اهلا يا استاذ محمود. حسن بيه موجود؟ لا والله ده ما جاش النهارده، اصل الهانم بتاعته عندها حاله وضع في المستشفى وهو طبعا معاها. طيب اذا سمحت تتصل بيه وتبلغه اني عايزه ضروري باسرع ما يمكن. حاضر. اتفضل حضرتك استريح. ألو. أيوة يا شوقي، صباح الخير. في حد سأل عليا؟ مين؟ أيوة عارفه. طب هاتوا معاك وتعالى في المستشفى حالا.
مستنيكوا يا شوقي. طمني يا دكتور. ان شاء الله خير. انت قلقان كده ليه؟ اعذرني يا دكتور، اصلها اول مره وباين عليها تعبانه قوي. يا سيدي ربنا كريم، عن اذنك. اتفضل. يا رب جيب العواقب سليمه يا رب. عندك يا أستاذ، من فضلك رايح فين؟ مش دي الأوضة 20 برضو ولا أنا غلطان؟ أيوة هي الأوضة 20. لو سمحت ممنوع الدخول. ليه ممنوع الدخول؟ ده أنا الأوضة فيها حالة طارئة. حالة طارئة؟ أيوة حالة وفاة. وفاة؟ أمي؟ والدتك الباقية في حياتك. أمي تعبت قوي وربنا رحمها. أستاذ حسن باين علينا اتأخرنا. لا مش ممكن تكون أمي ماتت. ما كانش على لسانها غير كلمة ابني ابني. أمي لا ولا قوة إلا بالله. أنا السبب. أستاذ حسن أرجوك، مش بإيدينا حاجة دلوقتي. بإيدي أنا جبتها هنا وما سألتش عنها لحد ما انكسر قلبها وتحقق الحلم. هو ده الكابوس اللي شفته. هو أستاذ حسن الأعمار بإيد الله، مش كده؟ أكيد ما تتغضبان علي. أنا مجرم. كويس إنك جيت يا محمود. ماله الأستاذ حسن؟ زعلان على وفاة والدته. والدته؟ أيوة. مش والدته الست غزلان؟ أيوة الله يرحمها. انتوا فهمتوا غلط يا جماعة. إيه؟ اللي ماتت في الأوضة 20 زميلتها الحاجة مصابر. إيه؟ بتقول إيه؟ وأمي غزلان؟ الست غزلان الحمد لله بخير وعافية. سامحيني يما. قلبي راضي عنك يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك يا حسن. الله يسلمك من كل شر ويطول لنا في عمرك. ولسه في عمر يا ابني. أنا عرفت قد إيه ما نقدرش نستغنى عنك يا ست الحبايب. مراتك عملت إيه يا حسن؟ ولدت يما ولد وسميته مسعود. على اسم أبوك الله يرحمه. مسعود راح ومسعود جه، ربنا يخلي. عايزة أشوف ابنك يا حسن. عايزة أشوف مسعود الصغير. أمال يما لازم تشوفيه وتشيليه وتربيه كمان. فين يا ابني؟ هنا؟ لا يا حسن، لازم تجيبوا البلد. هناك واسع والأرض براح عشان يعرف يجري براحته، يقع ويقوم. الأرض تربيه زي ما ربت أبوه وأهله. ولا إيه يا حسن؟ كنا معا نبحث عن مكان للأم. أمينة رزق. بطولة هدى عيسى، عثمان محمد علي، فاروق سليمان، بالاشتراك مع بدر نوفل، مجد علي، يسرية الحكيم، قيس عبد الفتاح، أحمد فريد، وممدوح طنطاوي. تسجيل ومونتاج علي صالح. مكان للأم، تأليف همام عبد المطلب، إخراج باهر النحال.